السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايه لكم فيديو تفريز ورق العنب. طريقة يا جماعة مضمونة وحلوة جدا جدا جدا، وبصراحة اللي ما عندوش مكان في الفريزر بياخد مكان كتير. تمام، وبيتكسر لما بنعمله كتير في الفريزر بيتكسر، الورق بيتكسر وبيطلع الطريقة بتاعته مش حلوة خالص وبيهدر في الورق. تمام، هيتبع بقى الخطوة دي هيعجبكم جدا. وصفة ورق العنب النهاردة كانت خطيرة. كملوا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفوا انا عملت ايه. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. بصوا بقى، النهارده جبت ده كيلو ورق عنب. تمام، انا كنت مجربه قبل كده في نص كيلو وطلعناه واستعملناه كان زي الفل. تمام، هشيل منه العرق بتاعه ده. تمام، العروش بتاعته كده اللي فوق دي، العروق دي هشيلها واتخلص منها. طيب لو انا عايزه اخلي ورق العنب يقعد معايا سنه او سنتين، هخلي الورق ده، هخلي العروش دي، العرق بتاعه ده اللي فوق. تمام، لانه بيخليه بيعيش اكتر فتره ممكنه. تمام، بيحافظ على الورقه وبيخليها تعيش اكتر فتره. خلاص، حتى لو شلتيه كده من غير العروق بتاعته عادي مفيش مشكله. بص، انا شلت هنا خالص كل العروق اللي فيه. تمام، عشان انا هستعمله وقتي يعني، ولما احتاجه وقت الصيف هستعمله. خلاص، بس عشان يبقى تحت ايدي مفيش ما عندي مكان في الفريزر. جبت حله هنا. تمام، واحط فيها ميه بتغلي. تمام، ده لتر ونص. انا عملت كيلو ورق عنب. خلاص، ده لتر ونص من الميه. دي سيكه كده بس ملح ليمون، على طرف المعلقه ملح ليمون، معلقه صغيره من السكر. خلاص، كل دي مواد حافظه. ومعلقتين كبار من الملح للكيلو، معلقتين كبار من الملح. خلاص، ومعلقه كبيره من الخل. هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها كده في الميه اللي بتغلي. طبعا عارفين ورق العنب اول ما تحطيه على طول في الميه اللي بتغلي بيغير لونه. خلاص، يعتبر انا كده ايه يعني، زي بسلقه نص سلقه. خلاص، بصوا الطريقه دي طريقه مضمونه، جربوها مش هتندموا يا جماعه، هتعتمدوها في طول العمر. انا خلاص اعتمدتها كده اول ما جربتها. كنت شايفاها على قناه دنيا رزق وقنوات سوريه كتير عاملينها، طبعا بقالهم كتير جدا، بس انا لما حاولت اجرب جربت الاول في نص كيلو. خلاص، بنزل الورق العنب في الميه كده. بصي انت لما هتنزليه في الميه كده وهتسيبيه شويه هتلاقي حجمه قل. تمام، الورق العنب الهايش ده هتلاقيه همت كده فوق بعضيه. تمام، وبقى ايه، حبه صغيرين. بحطه في ايه طبق كده. تمام، عشان انزل الورق العنب وينزل ويبقى كل الورق العنب ينزل في الميه. خلاص، بغطيه كده، وغطيته وسبته لتاني يوم عشان يبرد واعرف اعبيه في البرطمانات. واضمن كمان ان كل ورق العنب اتشبع كده بالميه، واتشبع يعني بكل المكونات اللي انا حطيتها. خلاص كده، بصوا بقول لكم هنا، شايفين؟ بصوا، بصوا الورق كله بقى لون بعضه. تمام، بصوا بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. بصوا الورق كله بقى لون واحد، دي اهم حاجه. وبصوا الورقه ماسكه نفسها ما اتهرتش ولا حاجه. ميزه النهارده في الوصفه دي، الميزه بصراحه اللي انا اكتشفتها فيها، ان هو انت بتطلعيه، بتحطي ورق العنب في البرطمان بتطلعيه زي ما هو، ولا بيتكسر بقى ولا بيتدغدغ في الفريزر ولا بيتهرى ولا بيتخرم. تمام، يعني انا جربت وصفات كتير لورق العنب ما عجبتنيش. تمام، هقول لكم على وصفه تانية برضه لو حابه تشيليه في الفريزر بنفس الطريقه. تمام، في فيديو تاني، بس عشان ما اطولش عليكم. بصوا هنا بقى، جبت ورق العنب كله اللي انا عملته وهبتدي اعبيه في البرطمانات. تمام، طيب انا جايبه هنا ده كيلو من ورق العنب. خلاص، انا بعمل في الطبخه ربع كيلو، هقسمه على اربع برطمانات. تمام، ده انا قسمته على 3 برطمانات النهارده. تمام، خلاص كده. طيب اهم حاجه البرطمان اللي انت بتعبي فيه ورق العنب وتخزني فيه ورق العنب يبقى برطمان متعقم. هعقم البرطمان بتاعي ازاي؟ هجيب ميه سخنه بتغلي من الغلايه كده. تمام، واحطه في الحوض او احطه في طبق او في حله واسمي الله، وانزل على الميه اللي بتغلي دي على البرطمانات اللي هعقمها. تمام، اول ما بتعقمي البرطمان كده بتضمني ان ورق العنب
ما بيحصلهوش اي حاجه ولا بيدخل فيه اي عفونه. تمام. طب ورق العنب بتاع النهارده ده انا ما غسلتهوش. اول ما هستعمله ازاي؟ هطلع ورق العنب، اطلعه من البرطمان وافضيه في حله واتخلص من الميه بتاعته واشطفه. تمام. واجيب برضو ميه من الغلايه وانزله في ميه بتغلي. تمام. بس ما قعدوش فتره كتيره في الميه اللي بتغلي دي. تمام. عشان اضمن ان ورق العنب بتاعي ما يتهريش. خلاص كده. بعد ما خلصت ورق العنب وعبيته كله في البرطمانات زي ما انتوا شايفين كده زي الجاهز بالظبط. ما تخافيش خالص من الوصفة دي، وصفة مضمونة. بعبي بقى المية اللي انا سلقته فيها دي وشكلته فيها. تمام. واحط ايه؟ اكتر فترة اكبر كمية مية. تمام. ولازم اغطي الوش بتاعه. خلاص كده. انا عندي هنا معالق بلاستيك بتاعت البلبن دي. تمام. هدخلها كده في البرطمان من فوق عشان الورق العنب يبقى متغطي كويس بالميه. تمام. لان الورق العنب هايش. تمام. ويبقى عايز اكبر يعني كميه. او لو عندك في اللي هي العيدان الخشب دي. تمام. حطيها من فوق كده. او في بلاستيكيه كده مخرمه. تمام. مصفى كده مخرمه بتتباع في المحلات للورق العنب. وكده فيديو النهارده خلص. لو عجبكم وصفتي النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. والسلام عليكم.